السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. متنساوش لايك كومونتير سبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. قبل ما نبدا بغيت نطلب منكم المزيد من الدعم. اي كلمة زوينة كتخليوها، اي ستوري كتبارطاجيوها عندكم كيكون عنده نفع كبير بالنسبة ليا باش نستمر ان شاء الله. شكرا لكم من القلب واحد واحد، وما ننساش نرحب بالناس الجداد اللي كيتزادوا كل نهار. مرحبا بكم في العائلة. بلا ما نطول عليكم كتر، خليونا نبداو قصتنا. مشينا. كيقولوا الحياة مفاجآت، كل مرة قادرة تصدمك بأحداث ووقائع جديدة ما كانتش على البال. تصدمك بحدث ولا بنادم، سوا شي حاجة اللي كتفرحك ولا شي حاجة اللي كتهرسك وترجعك باللور. بقاع هاد الاحتمالات حنا كيخصنا نتواجهو معاها باش نعرفو في الاخر شكون الملك د اللعبة وشكون اللي غيربح. واش حنا ولا هي؟ ماشي عيب تزاد فقير، ولكن العيب هو تبقى ديما فقير وتموت وانت على نفس الحال. هذه هي المقولة اللي كنت كنآمن بها من الصغر ديالي، وديما كنقولها قدام صحابي وحتى الناس اللي كنتلاقى. كاين اللي كيآمن بها معاك وكاين اللي كيحطمك وكيضحك عليك. وخا هكاك عمرني ما حسيت باليأس، بالعكس هضرتهم كانت محرك قوي اللي كيخليني نزيد نحلم ونتمسك بالكلمة ديالي. انا غنولي لاباس عليا. سميتي في الوراق كايلان، وجدي ديما كيعيط عليا حسام. كانت هذه هي سميتي بالنسبة ليه. والديا توفاو ملي كنت صغير بسبب حادث وقع في الدار اللي خلاهم يموتوا مخنوقين بريحة الغاز. وانا كنت البطل والناجي الوحيد من ديك الملحمة. ولحسن الحظ ديالي ما تلاحيتش للخيرية ولا للزنقة، حيت كان معايا جدي اللي هو بات الوالد قرر ياخدني معاه ويربيني. الحاجة الوحيدة اللي كان كيملكها جدي هو واحد المصنع مهجور مخرب جا بعيد على المدينة، كيخدم وكينعس فيه وكاع وقتو كتلقاه تماك. خداني معاه في عمري تقريبا 11 عام. ما كنتش حاملو بمرة حيت ما عمرني ما عرفتو ولا عرفني به الوالد. كيقول لي غير عندك جدك وصافي، حيت كانوا بيناتهم شي مشاكل. ولكن قلت اللهم هو ولا مشي الخيرية غنرجع بكم من داك النهار بالضبط. غادي وهز حوايجي وهو كيتمشى بزربة، شحال زقرام حتى من الطاكسي ما قدرش يشدو لينا. مرة كيدور كيسولني واش عييت، وخا كنقول ليه كيضحك وكيرجع يكمل طريقه. واش هذا مسطي؟ علاش كيسولني اصلا؟ من فقدت الامل بلي غنشدو طاكسي وقفت في الشانطي كنتسنى شي حد يدوز، ولكن والو. بعد عليا بزاف وعاد الدار لعندي وقال لي يلا طلقنا، راه الدنيا مقطوعه، ما كاين حتى شي واحد هنايا. شفت حتى عييت، هزيت حوايجي ولحقت به. بغيت ندوي معاه بحكم خوكم اجتماعي من الصغر عندي مع الهضره. شنو سميتك؟ قال لي عبد الهادي. بقيت كندابز مع حرف العين باش ننطقو. نهادو قال لي على هاد الحساب محال واش تكون عارف حتى شي كلمه بالعربيه. الاصول ديال باك ومن الفوق محال تكون حافظ حتى صوره من القران. قلت ليه شويه وصافي، ولكن الحروف عندي ناقصين. قال لي معليش كلشي غيتقاد. بقيت داوي وهو اختار يلتزم بالصمت، وانا كنت باغي غير نتوانس بيد ما نوصلو. باش في ديك البلاصه تصدمت. واش غنعيشو هنايا؟ فين هي الدار اللي قلتي لي عليها؟ قال لي هنا كنخدم وهنا كنسكن وهنا عايش. مرحبا بك، دابا تولف. بحال داك الباب اللي كامل مجنجر والصوت ديالو كيضرك في ودنيك. دخل هو عادي وانا تابعو. كنشوف فيه كان واسع وكبير، ولكن مستحيل يعيش فيه شي حد. حل واحد البيت وقال لي هذا هو بيتك، من ديما كنتمنى يجيبك شي نهار باك لعندي. تكلفت وتسلفت باش قاديته ليك. راه مصبوغ مزيان، فيه فراش وبلاكار، داكشي على قد الحال. ولكن حمدت الله من مورا ما شفتو هو فين كينعس. حطيت حوايجي وانا كنفكر واش بصح غنعيش في هذا المصنع. مورا ما كنت ولد مفشش عند والديا، يلا شهر هادي باش ماتو. باقي الجرح ديال خسارتهم جديد. حطيت حوايجي عيط عليا اجي لهنا حسام. خرجت لعندو وقلت ليه سميتي كايلان. قال لي هاد السميه الماسخه. واش انت اصلك عربي وبغيتي نعيط لك بهاد السميه؟ من اليوم غنعيط عليك حسام. خاصك تعلم تصوفي راسك وطيب الماكله، حيت انا ديما كنخرج في الصباح بكري كنخدم. ما غاديش نبقى معاك وما غاديش نقابلك، وعاد خاصك تولف الفياق بكري حيت المدرسه بعيده عليك. غنحاول نلقى لك شي حل،
ولكن خاصك تولف وتحيد منك داك الفشوش اللي علموه لك والديك. بقى كيتنهد وكيقول عليك ولدي، الله يسمح لك وصافي، كيفاش ربيتك انا وكيفاش انت ربيتي ولدك. خذ هاد الخضره هادي قطعها بيد ما نصلي، فرش السجاده في الارض وهو موجه للقبله. اول مره غنشوف هاد الصلاه، كنعرف غير الوالده اللي مسيحيه اللي كانت كتصلي في الكنيسه ولا كتجمع يديها بجوج وكتبقى تدعي. اما الوالد الله يسمح ليه واخا مسلم ما عمره ما صلى ولا علمني شي حاجه. بقيت كنقطع بديك الخضره وحاضي جدي حتى صدقت ضربت يدي وكان غيمشي ليا الصبع، الدم ما بغاش يحبس. تعصبت وبديت كنقول ليه واجي عاوني راه تجرحت. والو، كان باقي مركز في صلاته ومخشع. جلست في الارض والدم كيقطر والدموع نازلين. من بعد سمعته كيسلم وبقى كيدعي حتى كمل على خاطرو. عاد جا لعندي غسل لي يدي والوالية عليها الفاصمة وانا باقي كنبكي. هو كيضحك عليا، قال لي باقي يا ولدي غتكبر وغتعلم بزاف د الحوايج، بقى الحياة مخبيه لك مفاجآت، كاين اللي غتفرحك وكاين اللي غتبكيك. وانا جدك غندير جهدي كامل باش نعلمك ونربيك تربيه اللي تخليني نمشي عند الله وانا مرتاح من جهتك. يمكن في الاول كنت باقي صغير وصعيب عليا نستوعب هضرته، ولكن من بعد وما حدي كنكبر نهار على نهار كنفهم المعنى والمغزى من كلام جدي. صدق هو اللي مطيب داك النهار. الصباح كيفيق بكري وكيمشي يجمع الكارطون، حيت كانت هذه هي الحرفه ديالو. كيبيعو بالكيلو لشي ناس اللي كيجيو لعندو كيخلصو بفلوس قليله مقارنه بتماره اللي كيضرب. ولكن ما عمرني ما شفتو كيتشكى، كان راضي بداكشي اللي عنده. مورا سيمانه وانا معاه بديت كنخرج من بيتي باش نكتشف المحيط اللي عايشين فيه. ديك البلاصه كيف ما ذكرت بعيده شويه على المدينه، على المرافق العموميه والشوارع والسكان. كاينين غير الناس اللي عندهم مصانع ولا اراضي، يعني بحال جدي كلهم مسلمين وناس دراوش، رجال كبار في السن خدامين على راسهم. هاد المنطقه كيعيشوا فيها بزاف الاولاد المتشردين اللي اختاروا الزنقه على الخيريه. كنت غنكون واحد منهم كون ما كان جدي، وحيت ما كانوش ولاد اخرين في المنطقه وليت كنقرب منهم وندوي معاهم حتى رجعوا صحابي. على الدين اللي هو دري عربي، ولوكاس اللي برتغالي، ودراري اخرين من جنسيات اوروبيه مختلفه، كلهم عايشين حياه تشرد وكيتحاربوا كل نهار باش يصوروا طرف ديال الخبز ويجيبوا قوت يومهم. جدي كان كيعطف عليهم بزاف وديما كيدخلهم للمصنع باش ينعسوا فيه وكناكلوا مجموعين. ما نكرش باللي كنت كاره الحياه هنا في الاول، وكنقول باللي صعيب ومستحيل نعيش في هذا المصنع، لدرجه بديت كنفكر نهرب ونمشي لشي بلاصه. ولكن مورا سيمانه بالضبط اقتنعت ولا عاجبني الحال. كنمشي في الصباح المدرسه كيوصلوا معايا صحابي على الدين ولوكاس وكيقولوا لي سعداتك غتدخل تقرا، ماشي فحالنا حنايا خاصنا نخدمو. قلت لهم واش في خباركم اغلبيه اغنياء العالم ما كملوش قرايتهم. العلم والقرايه زوينين ولكن ما كيعنيوش باللي تقدر دير الفلوس في حياتك. وليت منين كنرجع في العشيه كنجمعهم كاملين وكنقريهم. وكون رجعتو بيا غير هادي شهرين اللور وقبل ما يموتوا والديا مستحيل نحط هاد الاحتمال في بالي. رجعت لي الضحكه من جديد. كملت داك العام اللي ما كنتش كنتخيل بلي غنكملو. وصلت العوضله، هنا جدي ولا كيصيفطنا نعاونوه، ولينا كنجمعو معاه الكارطون، وحيت كيكونوا معايا صحابي كندوز وقتي غير في الضحك. وصلنا للاحياء الراقيه وبدينا كنقلبو وكنحطو في الكروسه اللي كنا جايبينها معانا. شويه خرجوا ناس من الفيلا وكانوا كيبانوا لاباس عليهم، كلشي ركب في الطوموبيل، دراري وبنات، حوايجهم جداد ونقيين، كانوا فرحانين حيت غادي لشي بلاصه كتعجبهم ووالديهم كيضحكوا معاهم. في لحظه سهيت وتفكرت حياتي القديمه، على كيقول لي سعدات هاد البراش عمرهم ما غيكونوا حسوا بالبرد ولا بالحر. وقت الشتا عندهم دار اللي تدفيهم، ووقت الصيف كيمشيو للبلدان البارده ولا كيعوموا في البيسين اللي عندهم. لوكاس نغزني وقال لي واش تفكرتي والديك ياك؟ حركت راسي باه. قال لي خاصك تكون فرحان وممتن حيت على الاقل عشتي معاهم 11 عام، اما حنايا ما عمرنا حتى شفناهم ولا عرفنا الشكل ديالهم كيف داير. في لحظه وحده تبدل التفكير ديالي بسبب صحابي، حيت مقارنه بهم انا حياتي احسن منهم وبزاف. كملنا الجميع ورجعنا للمصنع. جدي كان عنده الم في ظهره وشافنا ضحك باش يبين باللي ما عنده والو. قال لنا مزيان راكم بديتو كتعلموا،
هاد الكرتون اللي كيترمى في الزبل نقدروا نجدوه ويتصنعوا منه منتوجات جديده تنفع ناس اخرين. يعني حنا كنحافظوا على البيئه بدرجه اولى، وكنساهموا في عمليه التدوير والتصنيع، ومن الفوق كنربحوا فلوس بهم كنعيشوا. داكشي علاش الله غيبارك لينا في رزقنا وكيعطينا من حيث لا نحتسب. بغيتكم ديما تكونوا هكا، تخدموا بدراعكم وتبعدوا على الحرام والشفره. مرة على مرة كنت كنحفظ المصطلحات ديال جدي، كيدخلني للحمام وكيكب عليا الماء وانا كنتوضا. مرة كنشلي لفمي 4 المرات، مرة كنسى من نمسح فوق راسي، ولكن كيعاود معايا من الاول. حتى من صحابي ولاو كيجيو يصليو معانا، كيقولوا مع النهاية كاينة بداية ومع الموت كاينة حياة. وانا كنت كنحس بلي تزاديت من جديد. كنكملو وكنوضو نطيبو في اجواء كلها ضحك وسعادة. واخا كان كلشي بسيط، تقريبا كنريحو غير على الارض، كنا فرحانين. جدي كيريح معانا وكيبقى يعاود لينا على الوالد والمغامرات اللي دوز قبل ما يجي لهاد البلاد. كملات العطلة ورجعت للقراية. واحد البروف ديالي لاحظات بلي كنجي مع صحابي علاء ولوكاس اللي كان لباسهم على قد الحال، وعرفاتهم من ولاد الزنقة. علمات المدير وعيطوا على جدي، وما جات فين تكمل الحصة حتى تصدمت ولقيتو جا وعندهم في الإدارة. دخلوني لعندو، كان المدير كيقول لي علاش الولد ديما كيجي مع دراري متشردين، واش ما كتردش البال لحفيدك؟ كل ما الأستاذة شافتو قال لي ويلا كان مع دراري متشردين، علاش كتحكموا على ناس ما كتعرفوهمش؟ دوك الدراري كيخدموا بعرق كتافهم ومقاتلين حيت ما لقاوش عائله اللي يصرفوا عليهم بحال بزاف ديال الولاد اللي قدهم، وما لقاوش الراحه في الخيريه، اولا ما كانوش غيختاروا الزنقه. انا كنربي حفيدي احسن تربيه وتايق فيه. هضرتو عجباتني، ولكن بالنسبه للمدير والبروف داكشي كيستدعي حضور المساعده الاجتماعيه باش تمشي معانا وتشوف الظروف فين عايشين. كنت عارف الا مشات ما غاديش تقبل بيا نبقى مع جدي. بالفعل مشاو، وفي البلاصه داروا تقرير باش يديوني للخيريه مورا ما شافوا المصنع والحاله اللي عايشين فيها. ناضوا الدراري وحيحوا عليهم وطلعوا الفوق بداو كيشيروا بالحجر. جاو البوليس بغاو يشدوهم هربوا. بديت كنتغاوت معاهم وكنقول لهم لا بغيت نبقى مع جدي، وهما كيجروا فيا. هو مسكين طاح في الارض وبدا كيبكي عليا. علاء ولوكاس معاه شادين فيه وكيشيروا ليا. كنت كنبكي وكنضارب مع ديك المساعده. ما حدنا كنبعدو وانا كنزيد نتاكد بلي صافي غنمشي بمره وما غنعاودش نشوف جدي ولا صحابي. حتى قلت بلي لقيت عائله وما غاديش نبقى بوحدي، ولكن خسرتهم عاوتاني. وصلنا للخيريه، ما بغيتش ننزل، هبطوني بزز مني. غير مشاو البوليس والمساعده، بدات المعامله الخايبه، كيدفعوا فيا حتى دخلت وبديت كنشوف الدراري اللي تما كلشي حاضيني. وصلوني للبيت وقالوا لي هذا هو بيتك معك جوج ديال الدراري اخرين. قلت لهم بغيت صلايه ومصحف حيت انا مسلم. بقات كتشوف فيا ونخلاتني ومشات. ريحت فوق السرير وانا كنفكر في جدي كيفاش غتكون الحاله ديالو دابا. وقت الماكله وصل، خرجت ودخلت القاعه اللي كيريحوا فيها كلشي. كانوا مشغولين، كل واحد كيدوي مع اللي حداه. المربيات معصبين معاهم وكيتغاوتوا. ريحت حطولنا الماكله، ما بغيتش ناكل. جات ديك المربيه عندي، انت جديد هنايا دابا تولف، من تعرف القيمه ديال الخيريه. واكل ناعس ساكن فابور، ومن الفوق تقدر تقرا وتاخد شهادتك قبل ما تكمل 18 عام. هادشي غيضمن لك تلتحق بالجامعات وتخدم خدمه نقيه احسن من داكشي اللي كنتي غتكبر بيه مع جدك. جمعت ديك الماكله وبغيت نشير عليها بها، وتفكرت منين كان كيقول لي جدي بلي ما خصناش نلعبوا بالنعمه. رجعت حطيتها وهي مصدومه ومعصبه وكتقول لي كنتي باغي تضربني بها؟ اش تقلت الاداب، ما تستاهلش، نوض سير لبيتك. نطت ومشيت وصدقت بلا ماكله. كنشوف في الساعه وقيت العصر هادي. دخلت توضيت فرشت حوايجي وبديت كنصلي. دخلوا الدراري اللي ساكنين معايا في الشومبر كيدويو بالجهد ودازو قدامي. شافوني كنركع ونسجد ما فهموا والو، بداو كيضحكوا عليا وكيقلدوني. من شهدت وسلمت نط ليهم كنضارب معاهم حتى جاو فرقوني عليهم وحبسوني في بيت بوحدي وفيه نص سرير. ما قدرتش كاع نعس في راحتي، كل شويه كنقرب نطيح. صدقت ناعس غير في الارض. دخلت المربيه في الصباح لقاتني هكاك، قالت لي داكشي اللي مولف غير الارض، يلا نوض راه خصك تمشي باش تفطر وتبدا القرايه. بدلوا لي المدرسه لوحده خاصه بولاد الخيريه. كلشي خربقوه ليا، ولكن الدراري علاء ولوكاس قدروا يقلبوا عليا ويلقاوني. فرحت بزاف ملي شفتهم، بداو كيشيروا ليا من البعيد. بديت حتى انا كنشير ليهم.
جرني داك الراجل اللي مكلف بينا وبدا كيغوت عليا. اما هما دخلوا للمدرسه بلا ما يردوا ليهم البال. تعانقنا وسولتهم على جدي وقالوا لي بلي راه بخير وراه كيسلم عليا وغادي يجي يشوفني. طلبت منهم يبقاو معاه ويردوا ليه البال حيت ولفني بزاف فهاد الشهرين اللي بقيت معاه فيها. قالوا لي واخا كون هاني. وحنا هكاك شافوا لوكاس وعلاء وبداو كيعيطوا على الحارس باش يجي يخرجهم وهما يهربوا. دخلت انا باش نقرا. الدراري اللي هنا ضاصرين بزاف، داكشي علاش وليت ديما مدابز. حتى انا ما لقاونيش من العاكزين. اللي قال لي كلمه ولا اللي قرب مني كنوريه وجهي الثاني. جدي فعلا جا لعندي باش يزورني، ما كاملاش 10 ايام باش داوني. رجع في شكال عيان بزاف، وجهو تكمش وظهرو تحنى لدرجه ولا كيستعمل العكاز. بدا كيسولني على احوالي في الخيريه واش كنصلي. قلت ليه بلي ما فرحانش وباغي نرجع لعندو. قال لي يمكن ولدي هكا احسن ليك، على الاقل هنا غتكون قريب من دراستك وبزز منك غادي تمشي تقرا، تاكل في الوقت وتتعلم من الضيباط. يعني تكمل 18 عام وتخرج غادي تكون كبرتي وتقدر تعيش معايا في الظروف اللي انا فيها. غنتسناك ولدي. الوقت داغي غيدوز، الدراري كاملين معايا وغيعاونوني. شد في يدي وبقى داوي معايا. جات المربيه كدوي ناقص، قالت لي راه خصو يدخل عنده حصه. قال لها واخا بنتي تهلاو فيه، راه مسكين عاد ماتوا ليه والديه. قالت لي كاع الدراري اللي هنا ميتين ليهم والديهم وحنا دايرين جهدنا معاهم. وصل معاه الكارديان الباب وانا حاضي وهو كيشوف فيا. خرجوا وسد الباب وجراتني ديك ختنا. من داك النهار حياتي غتبدل وغتقلب عاوتاني. رجعت وحداني بزاف، ما قدرتش ندير الصحاب حيت اصلا ما كنتش كنتفاهم معاهم. بالعكس ديما مضارب وديما معاقب من الاداره. وجدي كان كيجي عندي تقريبا كل شهر، ولوكاس وعلاء كل سيمانه كنشوفهم. بديت كنولف الوضع جديد. واحد المره كنت فاجئ براجل ومراتو جاو باش يتبناوني. اختاروني من كاع الدراري اللي في الخيريه. هادشي ولد الحقد والغيره عندهم. سدوا عليا في واحد الطواليت ما كيدخل ليها حد. بقيت تماك تقريبا نص نهار وهما كيقلبوا عليا. ملي لقاوني وحلوا عليا الباب طحت ليهم في الارض بالخنقه حيت كانت صغيره وما فيهاش الهوا. واخا هادشي كامل مشيت مع دوك الناس كانوا عندهم ولاد اخرين. ما عرفتش فين باغيين يزيدوني وسط هاد الصداع كامل. الراجل كيخاف من مرته، هي اللي كتحكم فيه. ما تصوروش شحال كان الصداع في الدار عندهم. كلشي كيغوت ويجري ويبكي. كتحس براسك بحال في شي حضانه ديال الدراري الصغار. المشكل ولات كتقول لي نعاونهم فيهم على اساس انا هو الاخ ديالهم الكبير. دوزت معاهم شهر، هادشي ما مسلكنيش. ما بقيتش مركز في قرايتي، ومن الفوق ممنوع نشوف جدي ولا صحابي. قررت نهرب. جا عندي لوكاس وعالي باش يعاونوني. حلوا لي الباب الكوزينه من برا وهو يحصلنا داك الراجل اللي ما عندوش الشخصيه. شدني وهما هربوا. بقيت مدابز معاه، طلق مني بعد مني. نزلات هي وجات ليا وقالت لي كنتي باغا تشفر مع صحابك وتهربوا. كنقول لها مع راسي اشنو كاين في دارك اللي نقدروا نشفروه. ما رحماتنيش وضربوني مزيان ديك الليله. كاع الولاد والبنات اللي تماك واكلينها ديال بصح. كلشي كتعدى عليه. هاد المرا مريضه وما عليهاش مراقبه. تحبست عاوتاني في الدار وما كانش عندي حل اخر من غير انني نصبر. بديت عاوتاني كنعاونها بالدراري اللي كانوا كتار ومسؤوليتهم صعيبه. تخيل معايا دري صغير حاضي دراري اخرين اللي ما كنبغيش، كتضربني ولا كتحرمني من الماكله، وراجلها كيرجع حتى الوقيته معطله من الخدمه ما كيقدرش يدخل ولا يدوي معاها. اخر محاوله باش نهرب حبساتني في واحد البيت سيمانه حتى كنت غنحماق. ولد 11 عام باقي صغير وما عارفش ندافع على راسي. عيطت على المساعده الاجتماعيه على اساس تشوف الوضع اللي انا فيه وتدوي مع الخيريه والجمعيات المسؤوله. صدقات ديك ختنا صاحبتها وقالت لها بلي واحد منا هو اللي عيط ليها، وفي البلاصه عرفاتني انا. عاوتاني صدقت معاقب اللي درتها كتحصلني وكتحبسني. حتى من لوكاس وعلاء ما بقاوش كيقدروا يقربوا من الدار حيت حطات في الجرده واحد الكلب كبير. دازوا لي وجا داك النهار اللي عمرني ما فكرت فيه. الحياه هاد المره اختارت تفاجئني بطريقه ديالها. كنت عيان بزاف. الراجل ومراتو مشاو لشي حفل عشاء، خلاو معايا البراش كاملين اللي العدد ديالهم 5. كثرة العياط داتني عيني وانا حدا التلفازه وكنت كنسمع غواتهم وهما كيلعبوا. واحد الطريبيه صغيره واللي هي بنتهم الحقيقيه كانت الوحيده اللي بنتهم، اما اللي بقى كلشي مربي من الخيريه. داتني عيني وما حسيتش براسي حتى فقت على غفله وما لقيتش التربيه. سولت الدراري قالوا لي بلي ما شافوهاش. جريت لجهه الدروج لقيت واحد البرهوشه منهم جارها من رجليها. قلت لها حبسي.
بقات كضحك يحسب ليها كنلعب معاها وتلقاتها وهربات. ديك الطريبيه بقات في الدروج. حنيت على كرشي كنمد يديا بشويه باش نشدها وكامل كنترعد وخايف. كانت مغيبه بالجران اللي ضرها في راسها. فاقت وبدات كتحرك وهي طيح قبل ما نوصل ليها. تماك دخلوا هما وشافوا داك المنظر اللي كيبورش اللحم. بدات كتغوت وهو مشى كيجري. قلبها لقاها ميته. حيد جاكيتو وغطاها وطلع لعندي انا اللي كنت مصدوم. عطاني واحد التصرفيقه حتى شفت النجوم. قال لي القتال اشنو دارت لك بنت صغيره؟ من ديما كنتي كتشكى باللي كتصدعك بغيتي تنتقم منها، داكشي علاش قتلتيها. رميتها من الدروج. المراه طاحت في الارض كتبكي وكتقول لي قتلتي لي بنتي، بنتي اللي ولدتها من كرشي. ما خلاونيش حتى نشرح ليهم وما عطاونيش فرصه. عيطوا البوليس وجاو داوني كيحقوا معايا. جريمه قتل هزات كلشي. كاين اللي تعاطف معايا بسبب الظروف اللي انا فيها وكاين اللي طلب العقاب ديالي. من هادشي كامل انا كنت مصدوم وكنتسنى المصير ديالي. فعلا دخلت الاصلاحيه ولقيت راسي عاوتاني في بلاصه اخرى جديده وكيخصني نولفها. الدراري اللي تما كبار تقريبا كلشي فوق 15 عام. يمكن انا كنت هو اصغر واحد فيهم. ولاد الخيريه وكيفاش كانوا عاد هاد خوتنا اللي هنايا. من نهار الاول دخلت في المدابزات واخا صغير ما كنخلي حد يحقرني. كيفكروني ديما بلي قاتل اختي بالتبني وحتى حد ما بغا يثيق بيا. خديت ديك التهمه اللي ماشي ديالي وبدات المعاناه في الاصلاحيه. ولكن واخا هاد الظروف كامله كنت كنقرا وكنتعلم. على الاقل ولا جدي كيجي يشوفني براحته. كان مقهور بزاف على هادشي اللي وصلت ليه. دازو السنين وكملت 18 عام. بقى لي عام واحد غندوزو في الحبس وبالفعل دخلت لتماك. واللي لاحظته هو ان جدي هاد المده ما بقاش كيجي لعندي. من اخر مره كان قال لي بلي غيمشي للحج. من دخلت للحبس ما ضيعتش الوقت. بديت كنخدم وكنجمع الفلوس. ما جا فين يوصل نهاري الاخر تماك حتى كنت جمعت شي حاجه. واخيرا غنخرج وغنرجع للحريه ديالي. وهاد المره ما كاين لا خيريه ولا حتى شي واحد اللي يمنعني من جدي. ولكن تفاجأت بالمحامي وهو كيقول لي بلي جدي توفى هادي 3 سنين. داكشي علاش ما بقاش كيجي لعندي. وهو اللي طلب منه باش الا وقعت لي شي حاجه ما يقول لي والو حتى النهار نخرج. تصدمت ديال بصح. سنيت على الوراق وخرجت. كنت محطم ومقلق بزاف. اخر واحد بقى عندي خسرته وبقيت بوحدي. ريحت في الزنقه وما عرفتش فين نمشي. بقيت غير كندور من بلاصه لبلاصه بنادم مشغول كل واحد وفين غادي. كاين اللي مع ولادو وكاين اللي مع صحابو. كاين اللي مع باه وامو وانا غادي وسط منهم بوحدي. معايا غير حوايجي والفلوس اللي جمعت. وصلت لواحد الكرسي ونعست فيه. والصباح كيفيقوني شي براهش. حليت عينيا كانوا لابسين حوايج مقطعين كيقيسوني وكيهربوا. بعد شفتهم تفكرت على اولوكاس. قررت باش نرجع للمصنع ونشوف الاحوال تماك كيف دايره. خديت طاكسي وصلني ونزلت. المصنع من برا ولا في شكال. بغيت نحلو ما عرفتش واحد خونا منين خرج ليا. شكون نتايا وشنو كدير هنا؟ قلت ليه بصراحه انا حفيد السيد اللي مات. كنت في الحبس وعاد خرجت. واش خلالك السوارت؟ وراهم ليا بغيت ناخذهم خطفهم بزربه. شنو كيدير هذا؟ هادي 3 سنين والمصنع عندي حاضي وراد ليه البال. شحال من مره تخسروا السوارت وشحال من مره صلحتو من جيبي. خاصك تعطيني التعويض ديالي الا بغيتي نرجعو ليك. اصلا كون بغيت ناخدو كون خديتو. دابا غتاخدو مني ولا لا؟ سولتو على الثمن صدمني بحال بغاني بصح نشريه منه. جدي ما كانوا عنده لا وراق لا والو. الفلوس اللي عندي يقدروا يخلصوه ولكن موراها ما غيبقى عندي والو. ما عندي باش نعيش حتى شي شهر. غنشري شي سلعه ونعاود فيها البيع. بغيت نتحرك وتفكرت الذكريات ديالي مع هذا المصنع. جدي صحابي ما قدرتش نسمح فيه ونمشي. جبت الفلوس وعطيتهم ليه وانا معصب. هو بحال الحمق فرحان وكيحسب فيهم. مد ليا السوارت وركب في طوموبيلته ومشى. حليت المصنع لقيته مغبر بحال سنين ما تحل. الحيوط مقشرين الماء كيقطر من الفوق. طوبات والفيران والحشرات. واحد الحاله خايبه. خونا قال لك كان مقابله واللي زاد عصبني هو من لقيت جدي مخلي ليا ورقه فيها الملكيه المصنع بسميتي مخبيها في صندوق ديال الحديد. يعني خونا قول بني وباع ليا المصنع اللي اصلا في الملك ديالي. صونيت المحامي كنسب فيه. قال لي بلي ما كانش عارف. عرفت بلي بجوج كانوا مدوريني بيناتهم باش ياخدوا ديك الفلوس. واخا ما كانتش شي حاجه لي كثيره ولكن انا حاليا محتاج ليها. اشنو غندير في هذا المصنع المهجور؟ خاصو اصلاحات الا بغيت نعيش فيه. حتى من الضو مقطوع. حليت كاع الشراجم ديالو
وبديت كنشطب وكنقي البلاصه. مسحت الغبره، لقيت السجاده والقران ديال جدي وشي حوايج اخرين ديالو. بقيت شادهم بين يديا، ما عرفتش الدموع منين نزلوا. حسيت بحال هو معايا دابا. بقيت داوي وكنقول ليه حتى انت مشيتي، ما قدرتيش تسناني حتى نخرج. ياك قلتي لي غنخدمو بجوج وغنقادو المصنع، علاش متي وخليتيني بوحدي؟ تماك تحل الباب. مسحت دموعي ونط. دخلوا شي دراري غير شفتهم عرفتهم، واخا كبروا ما تبدلوش بزاف. ملي شافوني ما تيقوش وجاو كيعنقوا فيا. لوكاس كيعيط ليا كايلان سميتي في الوراق، وعلاء كيقول لي حسام على سلامتك صاحبي. بقيت كنضحك وحبست دموعي غير بزز. الدراري كبرتو توحشتكم بزاف، ما تخيلش غتكونوا باقين هنايا. يحسب ليا بلي مشيتو لشي بلاصه اخرى. قال لي لوكاس حنا سنين باش مشينا، ولكن رجعنا هادي شهر باش نخدمو. راك عارف حنا ما قارينش وكنخدمو في اللي كان، ولكن صدفه زوينه باش لقيناك هنايا ورجعنا تجمعنا. اقترحت عليهم يباتوا معايا. نعسو وانا ما دانيش النعاس الليل كامل وانا كنفكر شنو نقدر ندير، كيفاش نوقف على رجليا ونبدا من الزيرو. دوزت طفولتي كامله في الحبس، ما عارف ما ندير. حليت باب بيتي لقيته باقي كيف ما هو، غير هو تغبر. باقي عاقل منين جدي وجدو ليا باش نعيش معاه فيه. ما كنتش حاملو، ولكن من بعد عرفت القيمه ديالو. نعست فيه والصباح كنسمع الصداع. خرجت لقيت بزاف من دوك الدراري المتشردين اللي كانوا صحابي في الصغر بقاو صحاب وبقاو مجموعين، ومنين عيطوا ليهم جاو باش يشوفوني. كل واحد فيهم وفين رماتو الظروف، كل واحد كيتقاتل باش يخدم ويعيش. كانوا كيبقاو فيا، ولكن حالتي دابا ما مختلفاش على حالتهم بزاف. درنا فطور وتجمعنا كاملين كنفطروا وكنتفكروا ديك الايام، كل واحد وشنو كيقول. كيشكروا في جدي حيت كان كيخليهم ينعسوا هنايا وكيتكلف وكيخلص عليهم الماكله. داكشي علاش ما عمرو ما قدر يشد شي طاكسي ولا يشري لراسو شي حوايج جداد. كاع الفلوس اللي كيوفر كيخسر عليهم في الماكله والحوايج. نهار اللي جابني للمصنع اول مره طلب منهم ما يجيوش حتى دوز مده، باش هكا ما نتقلقش منين نشوفهم. جدي كان راجل مزيان وظريف بزاف، واخا كيبغي يبين راسو قاصح. فرحت حيت الدراري كاملين شهدوا فيه زوين. دوزنا داك النهار مع بعضياتنا ومشاو في حالهم. بقى معايا غير لوكاس وعلاء اللي حتى هما كيقولوا بلي خاصهم يرجعوا يخدموا. سولوني شنو ناوي ندير بهذا المصنع، واش غنبيعو؟ قلت لهم حاليا غنبقى فيه وغنقلب على خدمه هنايا. علاء قال لي واش ما لاحظتيش بلي كاع المصانع سدوا، كلشي باع وتحول ومشى، انت بوحدك اللي غتبقى، من الاحسن بيع ويلا المنطقه اللي حنا فيها، واخا صداع بزاف ولكن فيها الخدمه. قال لي لوكاس انت قاري، علاش ما خدمتيش في شي حاجه نقيه؟ قال لي علاء هو راه عاد خارج من الحبس، شكون اللي غيقبل به؟ نغزو باش يسكت. وقلت لي راه علاء عنده الصح، ما كاينش اللي غيخدم واحد عاد خارج من الحبس. داكشي علاش غنعول على راسي. ما تقلقوش هاد الدراري، دوزت شي حوايج صعب من هادشي. كانت هذيك اخر ليله ليا معاهم، والغد لي غيمشيو في حالهم. وانا ناعس بانت ليا شي حاجه تحت البلاكار، جبدتها كان واحد الطرف من الكارطون. جدي كانت هذه هي الحرفه ديالو اللي كيخدم بها. تفكرت منين كنا كنجمعو ويبيعو هو، وانا نخرج كنجري عند الدراري وفيقتهم هما مخلوعين. قلت لهم الكارطون غنرجع نجمع الكارطون ونبيعو. بقاو كيشوفوا بعضياتهم. قال لي لوكاس ولكن هاد الخدمه شويه صعيبه وكتبغي يخدموا فيها بزاف. قلت لهم واش باقيين كتامنوا بالهضره اللي قلت لكم في الصغر بلي غيجي واحد النهار وغنكون لاباس عليا؟ الا اختاريتو تخدموا معايا كنوعدكم غنوصلوا ليها كاملين. ما عرفتش علاش كنت كندوي بديك الثقه كامله وانا ما عندي والو في جيبي، وباقي ما رسمت حتى الخطه اللي غنمشي عليها. بصح مشات ليا عائلتي، توسخ ليا الدوسي ديالي، حياتي تخربقات. ولكن ربي عوضني بصحاب اللي ما كاينش بحالهم في البلاصه، وبلا ما يفكروا اكثر وافقوا باش يخدموا معايا. سولتهم واش متاكدين، قالوا لي بلي باغيين يوليو لاباس عليهم. بقيت كنضحك. الصباح بدات الخدمه، بدينا كنصلحوا المصنع اللي غنخدموا فيه. صلحنا المشكل ديال الماء، صلحنا الضوء، حكينا الحيوطه وصبغناهم، ورجعنا داك المصنع كيشعل. المرحله الثانيه هي نقنعوا الدراري باش يرجعوا يخدموا معانا كيف ما كانوا كيخدموا مع جدي. في الاول كلشي خاف وقالوا كيفاش غننجحوا وانا ما عنديش الخبره بحال جدي، ما عنديش حتى المعارف اللي نقدر نبيع لهم داكشي اللي كنصورو. ولكن انا جاوبتهم باللي اللي كيامن بيا واحلامي يبقى معايا، واللي خايف ومتردد وما باغيش يخسر خدمته كنعذرو وكنفهمو والله يسهل عليه.
وبالفعل شي وحدين بقاو وشي وحدين مشاو. قلت لهم غنصبروا شويه ومع المده غنقادو فراشات باش تنعسوا فيهم. علاء ولوكاس هما دراعي اليمين. كنت كنحس بلي هادشي اللي كنديرو فيه مخاطره كبيره، يقدر يخليني ننجح ونكون بحال جدي على الاقل، ويقدر ما يصدقش. ولكن دابا ما نقدرش نضيع الامال ديال الدراري كاملين. تفارقنا وبدينا الخدمه، كل واحد ومشى لبلاصه. بدينا كنجمعوا الكرتون كثر من 6 سوايع وحنا مفرقين. عاد رجعنا تجمعنا. داكشي كان كثير. قلت لهم مزيان الدراري سيروا ارتاحوا، خليو البيع ليا انا. مشاو كيتغداو وجبت لاجوندا ديال جدي وخديت التليفونات ديال دوك خوتنا اللي كان كيعيط ليهم. شي وحدين لقيتهم ما بقاوش حيت دازو سنين، كاين اللي مات وكاين اللي ما بقاش كيستعمل ديك النمره. واحد هو اللي قبل يشري مني بحكم انه كان باقي كيخدم في نفس الحرفه. جا سلم عليا وقال لي بلي غيبقى يتعامل معايا. فرحت وقلت ليه مرحبا، ولكن صدمني بالثمن اللي عطاني، كان قليل بزاف مقارنه بالمجهودات اللي درنا. قلت ليه الوقت اللي كان فيه جدي وكنتي كتعطيه كتر. قال لي بلي السوق عيانه وهذا البليزير اللي كيدير معايا غير على وجه المرحوم. ما لقيت ما ندير وقبلت بديك الفلوس. دورت مع الدراري واللي بقى خبيته باش نشريو داكشي اللي غيخصنا. ما خليتش هادشي يحطمني وكملنا. كنخدمو في الصباح والعشيه كيجي خونا كنعبر ليه الكيلو وكيشري ويمشي. بدينا كنولفو وكنرجعو نحسو بديك الايام. نهار على نهار، شهر على شهر، جمعنا شي حاجه وشريت فراشات للدراري. خصصت لهم بلايص للخدمه وبلاصه فين يرتاحوا وفين ينعسوا. من الدراري الاخرين شافوا القضيه مسلكه وغاديين مزيان، ولاو حتى هما كيجيو لعندي ويطلبوا باش يخدموا معانا. كنرحب بهم بطبيعه الحال. واحد منهم اللي كان معكس شويه سميتو تياغو، ديما معصب ومقلق ما عاجبو والو. خدام هنايا حيت مضطر وصافي. الحلم ديالو يمشي لاسبانيا، وخا هكا كنت كنحاول نقرب ليه ونكون صاحبه. واحد المره درنا حفله صغيره، تجمعنا كاملين وهو واقف ومعزول علينا. مشيت لعندو وسولتو واش عنده شي مشكل. قال لي بلي محتاج الفلوس وخاصو يخوي، وعدتو بلي غنعاونو ولكن خصنا الوقت. وافق وشكرني. كندير اللي في جهدي باش نكونوا بحال العائله. اكتشفت بالصدفه بلي داك خونا اللي كيجي يشري من عندي كينقص ليا النص ديال الفلوس، يعني كان كيغشنا وبزاف. لقيت واحد الشركه اللي مختصه بالورق بصفه عامه، ودخلت لعندهم دويت مع المسؤول على اساس نبقى نتعامل معاهم. وافق ورحب بيا ودار معايا ثمن مزيان. مني قلت هادشي للدراري فرحوا بزاف. خونا منين جا عندي سبيتو وجريت عليه. صدق شفار وكيستغل فينا. شحال من شهر وحنا ضايعين معاه. قالك السوق عيان. بدينا من الاول وحنا بنفس الطموح والعزيمه. كنتحداو الحياه باش ولاد الزنقه الولاد المتشردين يديروا لاباس حتى هما ويوليو من الاغنياء. كنبقاو نحلمو بيناتنا، انا غندير دار كبيره، انا غنشري هاد النوع من الطوموبيلات، انا غنشري موطور، انا غنخوي البلاد. داك تياغو كيسمعنا كنقولو هكا كينوض ويخلينا. بان الفرق واضح من الفلوس اللي ولينا كنشدو. في شهر واحد جمعنا فلوس اللي ما بيهاش. الخلاص كان طالع شويه. تياغو كان واقف كيشوف فيا وانا كنحسب الفلوس قدام الدراري. حطيتهم في المجر وهو يجي لعندي. قال لي يا كايلان بغيت ندوي معاك. قلت ليه جلس ريح. قال لي عافاك واش تقدر تعاوني نمشي هاد الشهر. بقى كيشوف في المجر زعما راه الفلوس كاينه. قلت ليه غتصبر مازال شويه، خصني نشري الدراري شي تروتينيت باش نعاونهم على الطريق كيتعذبوا بزاف. ما عجبوش الحال وناض. الغد ليه مشينا عند واحد السيد كيبيع داكشي البالي، ولقينا عنده وحده كانت كبيره وعندها الروايد. كنحطو فيها واحد السله فين غنديرو الكرتون، وهكا غيبقاو يتنقلوا بسهوله وما يضيعوش الوقت ولا الجهد. كلشي عجباتو الفكره ودرت مع السيد يوجد لينا وحدين اخرين. بديت كنحس براسي في الطريق الصحيح، خاص غير شويه ديال الخدمه والصبر. ممكن كاع واحد النهار تولي عندي شركه ديالي، ولكن مع الاسف حتى حاجه ما كتبقى كيف هي، والمشاكل لابد منهم ولو كيوقعوا مدابزات ما بين الدراري، خصوصا ملي ما كنكونش. علاء ولوكاس اللي كيحاولوا يدخلوا ويفكوا بيناتهم. ملي كنرجع وكنعرف كندوي معاهم. الدراري اشنو قلنا؟ علاش اتفقنا النهار الاول؟ ياك قلنا غادي نخدمو ونديرو جهدنا باش نوصلوا لداكشي اللي بغينا. كيحنيو راسهم وكيطلبوا السماحه، ولكن غير كنغبر عليهم كيرجعوا كفاس من الاول. مشيت باش نزور قبر جدي. كل جمعه كنمشي نشوفو. اما والديا كانوا مدفونين في مدينه اخرى. مريح كنقرا القران حتى صونا ليا علاء وقال لي خاصني ضروري نمشي. رجعت وانا مخلوع ما عارف شنو واقع، وراني طرف ديال الحشيش. تصدمت، سولتو فين لقاه، قال لي بلي
كان كيشطب ولقاه طايح، يعني ما عرفش ديال من بالضبط. تعصبت بزاف، هادشي ما كيبشرش بالخير. في الليل تجمعنا على العشاء وريتهم داكشي وتصدموا. قلت لهم الدراري شنو هذا؟ بغيت غير نفهم علاش كديروا معايا هكا. قلت لكم ممنوع البليه، حنا هنا باش نتقاتلوا ونخدموا، ما عندناش الوقت اللي نضيعوه في المخدرات. تفكروا شحال من عام وانتم عايشين مع جدي اللي ما خلى حتى شي واحد فيكم يتبلى ولا يتعاطى لشي حاجه. بداو كيدويو. خويا حسام والله ما حناين، تا عارفنا الدراري نقيين. قلت لهم صافي كملوا عشاكم وسيروا ارتاحوا، راكم عييتوا اليوم. نط قبل ما نكمل ودخلت لبيتي، تبعني لوكاس وعالا. ريحوا معايا، سولتهم واش شاكين في شي حد، وقالوا لي بلي ما عارفين والو. طلبت منهم يراقبوا الدراري وخصوصا مني ما نكونش غيوقع شي مشكل كبير الا تبلا واحد فيهم، يقدر يبلي معاه حتى دراري اخرين، وانا محتاج ليهم يكونوا بخير باش نخدمو مزيان. وعاد غنبقى خايف على الفلوس. قال لي لوكاس باش نحطهم في البنك، وهكا غنحيد شويه د الريسك. الصباح بكري خرجوا باش يخدموا، وانا ديت الفلوس وحليت حساب وحطيتهم فيه بلا ما نقولها لحتى شي واحد من غير علاء ولوكاس. تحركت حتى انا باش نبدا الخدمه، واخا كيقولوا لي باش نبقى غير في المصنع ونتكلف بالحسابات، ولكن ما كنقدرش نشوفهم كيخدموا بوحدهم وانا لا. واحد الصباح رجعت بكري، حسيت بالعيا. مع دخلت حسيت بشي حد كاين في المصنع. القفل ديال المجر كيتحرك من بلاصتو، يعني شي حد كيحل فيه. من سمعني هرب، قلبت عليه ما لقيتوش. بقى فيا الحال بزاف حيت الدراري بداو كيتغيروا. اول واحد شكيت فيه هو تياغو، الولد اللي باغي يمشي لاسبانيا. غير رجعو عيطت ليه باش ندوي انا وياه. قال لي هو فرحان امضرة دبرتي عليا ياك اخويا حسام. قلت له علاش كنتي باغي تشفرني الصباح؟ تصدم وقال لي شنو؟ قلت له انا دويت معاك ديك المره ووعدتك باش نلقى شي طريقه اللي نعاونك بها، ولكن انت ما قدرتيش تصبر وبغيتي تشفرني وتهرب. ماشي غير بوحدي، غتشفر كاع الدراري اللي هنايا وكاع صحابك. بقى فيه الحال وقال لي انا غنمشي بحالي. مشى كيجمع حوايجو، صحابو كيسولو فين غادي وهو باغي يتفرقع عليهم. عاود لهم بلي اتهمتو بالشفره. ناض لوكاس وعلاء كيتغاوتو معاه وقالوا ليه بلي ما كاينش غيرو اللي يديرها، هو اللي مبقاش هاد الايام كيخدم من نيتو. ناضت الفوضى بين الدراري، وحدين كيتهموه وحدين كيدافعوا عليه، وشي وحدين كيشكوا في بعضياتهم. هادشي اللي ما كنتش باغي نوصل ليه واللي كنت خايف منه. تياغو كيجمع في حوايجو، مشيت انا سديت عليه الباب. يحسب لي باغي نقلبو، رمى عليا ساكو، هاك قلب واش عندي شي حاجه. قلت ليه ما سديتش الباب حيت باغي نقلب حوايجك، ولكن باش ما تمشيش غتبقى هنايا حتى تخلص وتاخد فلوسك ومن بعد سير فين ما بغيتي. انا ما باغي نظلم حتى شي واحد. مشى لواحد القنت معزول وريح بوحدو. كثرات الهضره كلشي داوي، وانا مشيت للبيت كنسمع شي صوت في شكال جاي من البلاكار. اشنو هذا؟ واش فار؟ قربت بشويه وهز عصا. حليت الباب باغي نضرب حتى لقيت بنت صغيره مخبيه وجهها بيديها. دغيا حيدت العصا باش ما نخلعهاش. قلت لها شنو كديري هنايا وكيفاش دخلتي؟ كانت خايفه مني. قلت لها ما تخافيش ما غاديش نعاديك، قولي لي غير شكونتي وكيفاش وصلتي لهنا. شافت فيا تكون تقريبا عندها شي 6 سنين ولا 7 سنين. قالت لي خوتي فيهم الجوع بزاف وجيت باش نقلب على الماكله. سولتها واش هي اللي كانت باغا تحل المجر وبقات ساكته، وعرفتها هي، يعني داك الدري غير ظلمته. مديت ليها يدي باش تخرج ولكن خافت، بقات راجعه باللور ولاصقه على الحيط. يا ودي راه ما غاديش نقيسك، غير خرجي ندوي معاك. شفت حتى عييت، جبت القص حطيته ليها وقلت لها الا كان فيك الجوع خرجي وغنعطيك. في التالي وهي تخرج وعطيتها تاكل وسولتها شحال عندها من خوتها. قالت لي بلي عندها 9. او هادشي كامل خوتها؟ رديت البال الحوايج اللي كانت لابسه وفهمت بلي هي عايشه غير في الزنقه. دخل علاء وهي تخلع، قال لي شكون هادي؟ عاودت ليه كلشي وحتى هو تصدم بحالي. خرجنا كنقلبوا على خوتها اللي دوات لينا عليهم. بقينا تابعين حتى وصلنا لواحد المصنع بعيد شويه على ديال جدي، كامل مخرب ومحلول. كانوا دراري وبنات تماك. شافونا معاه تخلعوا وناضوا هزوا الحجر. واحد كيقول لي بعد ليا من اختي. قلت لهم صافي حنا ما جايينش باش ندابزوا معاكم، بالعكس بغينا نعاونوكم. اشنو بان لكم تجيو تعيشوا معنا في المصنع ديالي؟ تماك راه كاينين بيبان وشراجم اللي كيتسدوا على البرد وغتكونوا مأمنين كتر. كنت كنشوف اثار الضرب على وجههم ولحمهم، باينين باللي الشماكريه كيتعداو عليهم. شافوا في ديك البنت الصغيره واللي سميتها حفصه، ضحكات معاهم وفهموا باللي هضرتها صحيحه. شافوا بعضياتهم بحال كيتشاوروا ووافقوا. من وصلنا ودخلوا الدراري شافوهم وتصدموا. نعت ليهم فين يمشيو يجلسوا
طلبت علاء باش يقاد ليهم الماكله. جاو كيسولوني شكون هاد البراش، قلت لهم دراري مكرفسين. بقاو فيا وجبتهم باش يعيشوا معانا. كاين اللي رحب بالفكره حيت حتى هو عاش في الزنقه وفاهم باللي ماشي سهله الحياه على برا، وكاين اللي قال بلي صعيب نعيشوا كاملين في هذا المصنع. ولكن انا كنت واخد القرار ديالي. اللي بقى هو داك تياغو. مشيت كنطلب منه السماحه حيت ظلمته وشكيت فيه. قال لي الله يسامح، ولكن انا عارف بلي باقي مقلق وغنحاول نوجد ليه الفلوس اللي باغي في اقرب وقت. داكشي علاش خصنا ندوبلو الخدمه. مشيت لعند دوك الولاد اللي جبت معايا وسولتهم واش عجباتهم الماكله. قالوا لي بديت كندوي معاهم كنحاول نتقرب منهم. اكبر واحد كان عنده 15 عام. الدراري تقريبا كلهم كبار، جوج بنات اللي صغار منهم حفصه، وكل واحد والظروف ديالو. كاين اللي جا مع ناس حارقين وكاين اللي سمحوا فيه والديه، كاين اللي عائلته ماتوا. المهم اللي جامعهم كاملين هو الزنقه والتشرد. قلت لهم باللي حتى انا ماتوا ليا والديا ورباني جدي، من بعد خداوني الخيريه وتبناوني شي ناس ودخلت الاصلاحيه. بقاو مصدومين من القصه ديالي. شيرت ليهم بيديا، جيت للدراري هادو كاملين بحالكم، يعني عاشوا في الزنقه. بقينا متعاهدين بيناتنا باش نبقاو خوت. داكشي علاش رجعنا تجمعنا مورا هاد السنين كامله وخدمنا. الا بغيتو حتى نتوما مرحبا بكم. الدراري اللي كبار يخدموا معانا واللي صغار يبقاو هنايا. غنجيب لكم كتوبه قراو فيهم. بقى داك الدري الكبير كيشوف اختو حفصه وقال لي شكرا بزاف اخويا، واسمح لينا اختي دخلت المصنع ديالك. هي ماشي شفاره وما عمرني ما علمتها الشفره، ولكن ضربت على كتفو وقلت لي راني فاهم. دابا غنحاولوا نلقاو شي حاجه اللي تنعسوا عليها بيد ما ندبروا لكم في فراشات. بداو الدراري كيعيطوا ليهم وعطاهم فراشاتهم. كانوا مجربين الزنقه وعارفين باش كيحسوا دوك الوليدات الصغار. داكشي علاش حنوا فيهم. كنت فرحان وسط داك المنظر، كندعي الله يعاونني باش نقدر نوقف معاهم كاملين ونوصلوا لداكشي اللي كنتمناو. الغد ليه نهار جديد صيفط كل دري مع واحد كبير باش يعلموه ويوريه الحرفه. انا مشيت عند خونا للشركه باش ندي ليهم الكارطون، ومنين كملت رجعت باش نطلع على البنات والدراري الصغار. من بعد تحركت مع لوكاس اللي قال لي بلي غنمشيو لمنطقه جديده كلشي كيقول عليها مرزاقه وفيها بزاف ما يدار. وصلنا لتماك وبدينا كنجمعو، وفعلا داكشي كان كتير حتى كنلقى شي قراعي واعرين. عيط لوكاس جا لعندي وقال لي هادو قراعي شركه كبيره ومعروفه، واش عارف بشحال ممكن يتباعوا؟ على الاقل 21 اورو الوحده. هنا كاينين بزاف. خديناهم وحطيناهم في السله. شويه وقفوا علينا دراري اخرين. قال لي حط داكشي اللي هزيتي. من خرجتو لينا هذا السيكتور ديالنا. قال لي لوكاس مالو مكتوب في سميتك؟ سير فحالك جينا قبل منك. قال لي غتجبد داكشي اللي هزيتي ولا غنصدقه مخسر لخويا وجو. شاف فيا ديك الشوفه ديال هرب وتكى على طروتينات وعلق وتبعتو قبل ما تجيني شي حجره الراس. قلت ليه صاحبي ياك اتفقنا ما نشفروش. قال لي مالنا خديناهم ليهم من السله ديالهم، راه كانوا مرميين في الارض ورزقنا هذاك. مشينا نيشان للشركه وفعلا شراوهم من عندنا بنفس الثمن اللي قال لي لوكاس. من تماك جاتني فكره باش ما نبقاوش نقلبوا غير على الكارطون، لكن نقدروا نستافدوا من مواد اخرى بحال الزاج البلاستيك وحتى النحاس اللي فيه فلوس مزيانه. الدراري من عرفوا هادشي فرحوا حيت زدنا خطوه جديده للقدام. حتى من داك الولد اللي كان باغي يحرق بدا الراي ديالو. واحد الصباح تحركوا هما للخدمه. بقيت مع الدراري الصغار. حفصه خرجت على برا وانا شاد الوراق كنحسب وكنعيط عليها باش تدخل. شويه بان لي خيال ديال شي واحد كبير. هزيت راسي كانت مع حفصه. نط بزربه جريتها منه. قلت لي شكون انت؟ مد لي يديه وقال لي السلام انا واحد المقاول بغيت نشري الاراضي ديال هاد المنطقه. بقى كيشوف في المصنع. سلمت عليه كان كيبان في الشكل. سولني على المعلومات ديال موالين المصانع اللي حدايا. قلبت في ديك لاجوندا ديال جدي وعطيتو نماريهم باش يتصل بيهم ويدوي معاهم. سلم عليا وضحك مع حفصه ومشى. كندوي معاه وكنوصيها باش ما تبقاش تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش. قالت لي واخا خويا الكبير. خرجت كنطلع على داك خونا كانت مع بنت يمكن المساعده ديالو. بقاو كيتساراو حتى شافوا داكشي مزيان عاد مشاو في حالهم. وهما غاديين شافوا الدراري، ومنين وصلوا ودخلوا للمصنع سولوني ديال من ديك الطوموبيل كتبان غاليه. قلت لهم هذاك مقاول مهتم بهاد المنطقه وباغي يشري الاراضي اللي فيها. عطيتو نوامر الناس اللي باغيين يبيعوا. علاء ضحك وقال لي وشكون هاد الحمق اللي غيشري في بلاصه بحال هادي؟ حتى واحد فينا ما كان فاهم شي لعبه. فعلا ديك الايام بدا كيشري داك المقاول من الناس اللي حدايا. شرا تقريبا 2 مصانع.
اشنو غيقدر يدير بيهم؟ واش غيدير شركه ولا غيستافد منهم بطريقه اخرى؟ واحد من المصانع كان لاصق عليا. خرجت واحد المره ولقيت ديك البنت واقفه برا. قلت لها السلام، بقات كتشوف فيا. عرفتها غتكون من داك النوع اللي عاجبو راسو. ركبات في طوموبيلتها بحال خافت مني. بقات كنموتو بالضحك. في الليل سمعت خو حفصه كيدوي معاها وكيقول ليها بلي منين يتخلص غيشري ليها شي حاجه بمناسبه عيد ميلادها. فهمت بلي قرب، وقلت هذه هي الفرصه باش نرتاحوا شويه ونفرحوا بالانجازات اللي درنا في هذه المده القليله. وجدنا حفله لحفصه، زوقنا المصنع، الموسيقى، الحلوه، طلع داكشي ناضي. بغات طفي الشمع، قلت لهم يلا كل واحد فيكم يتمنى شي امنيه. كل واحد وشنو كان كيقول. خو حفصه قال لنا بلي كان كل عام كيتمنى يموت، ولكن دابا بدل التفكير ديالو وشكرني حيت انا السبب. بقينا ضاحكين وناضو الدراري كيشطحوا. بان ليا ديك البنت كطل. خرجت لعندها، كانت معصبه. سولتها واش تبغي تدخل لعندنا، حتى قالت لي واش انا مساليه لهاد التخربيق، راني خدامه وراكم صدعتوني. خرجت حفصه هزه الحلوه وقالت لها خالتي هاكي خودي. حشمات منها وما قدراتش تغوت عليها وخدات ديك الحلوه. مشات وانا حاضيها. بداو كيجيو عمال ديال البناء، ولكن اللي جاني غريب كنسمع غير صوت الحفير وصافي، ما كيصلحوا والو. تقريبا 4 ايام وانا كنسمع نفس الصوت. بدا كيدخلني الشك والفضول باش نعرف شنو كيديروا هاد الناس. خرجت وانا داير براسي كنجمع الكارطون. حسب لي داك المقاول والبنت اللي معاه خارجين معصبين. من شافوني سكتوا. مورا سيمانه مشاو في حالهم. علاء ولوكاس كيسولوني مال دوك الناس اشنو واقع ليهم، ياك غيبداو المشروع ديالهم علاش مشاو. قلت لهم بحالي بحالكم، حتى انا ما فاهم والو. واحد المره خدنا رجعات باش تحطهم للبيع، كانت مدابزه مع ديك لافيش باش تعلقها، ومشيت قاديتها ليها. قالت لي شكرا وسمح لي حيت كنت كنعاملك خايب. سميتي انا كلارا. خليت يديها بلاكا. منين بانت لي تقلقات سلمت عليها وقلت لها غير كنضحك معاك، ماشي مشكل، انا من النوع اللي ما كيحقدش. ولكن علاش بغيتو تبيعوا؟ واخا في الاول كنتو مصرين باش تشريو. قالت لي بلي داك المقاول خوها، ما تفاهموش بيناتهم وصافي. استضفتها عندي في المصنع حيت خليت البنات بوحدهم. دخلات تريحنا في البيرو، عطيتها قهوه. بقات كتسولني واش كاين شي ربح في خدمتي. قلت لها الحمد لله، راضي بزاف على داكشي اللي كنصور، وباقي كنخدم كتر على راسي. شجعتني وقالت لي بلي كيعجبوها الناس اللي بحالي، اللي كيامنوا براسهم وما كيخليو حتى شي حاجه تحبطهم. بلا ما نحس لقيت راسي كنعاود لها قصتي. تعاطفات معايا واستغربات كيفاش قطعت هاد الشوط كامل وصبرت. واحد اخر بلاصتي ما غيقدرش يستحمل. عاودت لي حتى هي قصتها هي وخوها، وبلي الحلم ديالها دير شركه كبيره. شحال وحنا داويين حتى جبدنا الهضره على جدي. يلا كتسولني هما يجيو الدراري. شكراتني ومشات بحالها. علاء قال لي اش كانت كدير البنت هنايا، ياك ما ولات كتعجبك؟ بقاو طالقين عليا وشادين فيا، ولكن الصراحه بصح عجباتني. اول مره تلفت انتباهي شي وحده. بانت ليا بلي ولات كتجي للمصنع اللي لاصق عليا، وحيدات ديك لافيش. سولتها علاش، بدلات رايها، قالت ليا بلي انا حمستها وقصتي اثرات فيها، وحتى هي قررت باش تبدا بداكشي اللي عندها حتى توصل اللي بغات. من داك النهار علاقتي بهاد البنت غادا تطور كتر. كنعاونها مره في المصنع ديالها حتى تقاد وولات كتخدم فيه، كتجيب مواد البناء وتعاود فيهم البيع. ولينا بحال الصحاب، كنخرجوا بجوج، وديما كتبقى معايا في المصنع قبل ما يجيو الدراري، وكنخليها مع البنات الصغار حيت كيبقى بالي معاهم. اصلا ما كاينش شي حاجه اللي نخاف عليها، الفلوس وكنحطهم في البنك. شريت شي آلات ديال كشف المعادن، يعني الدراري ما غيبقاوش يعانيو ويرميو يديهم في المجهول. آلات بحال هادو كافيين باش يعلموهم على البلاصات المعادن بمسافة 5 متر. عييت بزاف ورجعت لوقيتها معطلة. لقيتهم رجعوا وانا كلارا مشات. ريحت وانا حاس بالدوخة. الدراري فرحانين بدوك الآلات اللي شريت ليهم. لوكاس وعلاء داويين معايا. صاحبي علاش كترهق راسك هكا؟ راك عييتي بزاف وخاصك ترتاح. قلت لهم ما غادي ارتاح حتى نرجع هذا المصنع الصغير شركة كبيرة، وعقلوا على هضرتي. قوت العيان عزت فوق البيرو وناض علاء كيدوي معاهم باش ينقصوا شويه من الصداع. واحد المره حفصه مريحه حدايا وكتشوف ديك الماكينه ديال المعدن. قالت لي خويا حسام واش انا كلارا حتى هي كتخدم بحالنا؟ قلت لها لا، هي غير كتبيع حاجه اخر. علاش؟ قالت لي بلي ملي كتجي تبقى معاهم كتكون عندها نفس الاله. استغربت ولكن ما ديتهاش في هضرتها حتى دخلات لعندي، ولكن كان مع خوها هاد المره. وقفت، جاو كيسلموا عليها، كنشوف فيها باش نفهم شي حاجه.
ريحنا داك المقاول جاني نيشان وقال لي بغيت تكتبي عليا المصنع اكايلان. سولتو علاش، قال لي بلي بغى ياخد هاد 3 المصانع يريبهم ويبني شقق، وخا هاد الموقع صعيب يسكن فيه شي واحد حيت حتى هو حي صناعي. قلت ليه اسمح لي ولكن هذا المصنع هو اللي عايش فيه انا وصحابي والولاد المتشردين، ما نقدرش نبيعه. قال لي غادي نبيع لك مصنع اخر قريب كتر للمدينه باش يكونوا الولاد مرتاحين ويبعدوا من هاد البلاصه الملوثه. شحال ما طلبتي فيه غنعطيك 50,000 اورو ولا 60,000. بقى كيعرض عليا الارقام وانا غير كنشوف. قلت ليه خليني نفكر ومشى. وبقات انا كلارا كتقنع فيا، ولكن حسيت بها فشكل راسي ضرني. علاش باغي يشري هاد المصانع ويدير داك المشروع؟ عاد كان معصب وباغي يبيع. وصلت وقيت الغدا، رجعوا الدراري، ريحنا كناكلو وكنعاود ليهم اللي كاين. تايغو قال لي فكره واعره نشريو مصنع قريب من البلايص اللي كنخدمو فيهم. كاين واحد واخا صغير ولكن حسن بزاف من هنايا، الا بغيتي نديك ليه. علاء قال لي في نظري ما تزربش حسام، حنا ولفنا هنايا ومرتاحين، وعاد هاد الورث اللي خلاه ليك جدك واللي دوز فيه حياته كامله. ليل كامل وانا حاضي السقف وكنفكر الا بعتو واش غنكونوا مرتاحين في ديك البلاصه اللي عامره. كلشي غيبقى حاضينا ويعرفوا معانا ولاد صغار، هنا على الاقل ما كيشوفنا حد. علاش غنحمق راسي؟ تصدموا الغد ليه منين قلت لهم بلي انا رافض نبيع المصنع. سولني المقاول على السبب، وخا عطاني فيه ثمن مستحيل يعطيه ليا شي واحد. قلت ليه يمكن كون كنت بوحدي نوافق، ولكن دابا عندي مسؤوليه ديال هاد الناس كاملين اللي عايشين معايا، ما يمكنش نسمح فيهم على قبل الفلوس. قال لي هو معصب واش انت مكلخ؟ وقفت حتى انا وقلت ليه احسن ليك عرف شنو كتخرج مع فمك. كنا غندابزو، انا كلارا دخلات بيناتنا، رمى دوك الوراق ومشى. قالت لي صافي ما ديش عليه، هو متحمس، انت حر تقدر دير اللي بغيتي. خليتها ورجعت. ما كنتش عارف شنو كيتسناني مع داك المقاول. العشيه كنتفاجئ بالبوليس اللي ما عمرهم ما وصلوا لعندنا لهنايا. علاء ولوكاس فهموني ومشاو بزربه يخبيو الدراري الصغار. قال لي بلي باغيين يدخلوا ويديروا دوره. دخلوا لقاو غير دوك الدراري اللي كيخدموا معايا، بقاو كيشوفوا فيهم. من بعد بداو كيقلبوا كل بلاصه، الا لقاو شي كارطونه كيحلوها وكيقلبوا. شويه كنسمع صوت غوات حفصه. البوليس كانوا غاديين فحالهم حتى سمعوها ورجعوا. ما كانش هذا هو اللي هامني، كنت خايف عليها، ما عرفتش هاد الحماق فين خباوه. مشيت كنجري لقيت خوها مدابز مع صاحبه وكيقول لي انت اللي دفعتيها بالعاني. تشانقوا وفكيت بيناتهم، نزلت كنشوف حفصه وكنسولها واش مقصحه، كانت رجليها مجروحه. لحقوا عليا البوليس، على خباهم الفوق في السده. قالوا لي شكون هادو؟ قلت لهم راه كانوا عايشين بالزنقه وبقاو فيا قال لي مالك انت عندك خيريه وما كاينش القانون، كان خاصك تجيبهم لعندنا، حنا غنعرفوا فين نديوهم، ماشي تخليهم عندك في هذا المصنع اللي كامل غامل. شوف كيفاش ولات حالتهم، قلت الضو والشمس. والحكمه كتستغلهم وتخدمهم حيت الدراري صغار وما كيقدروش يطلبوا حقهم. تعصبت وبدا كيقول لي واحد الراس نضربو. على دخل وقال لي اسمح لي ولكن هادشي اللي كتقول راه ما كاينش وكنا نشهدوا به. حسام راجلو ما عمرو ما فكر يأذينا حنا اللي كبار، فما بالك بالدراري اللي صغار. هو راه عطف عليهم ودخلهم للمصنع. قال لي هاد الهضره ما عندي ما ندير بها. عيط المساعدات باش يجيو. عرفت باللي مشينا فيها. كاع دوك الدراري اللي كانوا رافضين الفكره من الاول بقاو كيلوموا فيا. جاو البوليس الاخرين المساعدين الاجتماعيين فكروني في النهار اللي خداوني من جدي. حفصه كتبكي وكتقول لهم بغيت خويا حسام. كلهم كانوا كيبكيو عليا وانا ما قادر ندير والو. الدري مازال ما كمل حتى 20 عام، شنو يقدر يدير؟ داوني الكوميساريه حيت حتى انا متهم باستغلال الاطفال الشوارع. عيت ما نشرح ليهم وندافع على راسي، وما قبلوش حتى الشهاده ديال صحابي والدراري اللي معايا. ولكن الصدمه هي مني بان ليا خونا داخل باش يشهد ضدي. قال لهم بلي بصح كنستغلهم وكنستغل حتى الدراري الصغار، وشي حوايج صدموني. مخرجيني وعلاء ولوكاس باغين يدابزو معاه وانا كنوصيهم على المصنع كيف ما كنت كنوصيهم على جدي. كنحس بلي نفس السيناريو غيتعاود. عاوتاني غندخل لهاد البلاصه اللي قلت ما غاديش نعاود نرجع ليها. علاش بنادم اللي كيكون داخل سوق راسو ما كيتعايب مع حد؟ هو اللي كتجي فيه الدقه. شحال درت ديال مزيان، كنت كنجمع الفلوس باش نصيفطو بالوراق، ولكن هو بقى حاقد عليا من نهار اللي اتهمته بالشفره. حكموا عليا تاني ب3 شهور. جا خونا لعندي وخرجت عنده باش نشوفو،
ما قادرش حتى يشوف ليا في وجهي. هزيت ليه راسو، جات عينيا في عينيه، قال لي خاصك تبيع، انت ما تشاورتيش معانا، فكرتي غير في راسك. قلت ليه صافي، هذا هو السبب اللي خلاك تجي تشهد ضدي وتغرقني هنايا، ولا حيت باقي حاقد ولا شنو بالضبط؟ قال لي شوف حسام، خاصك تبيع المصنع حيت داك المقاول غيدير به ديور للناس اللي الدخل ديالهم متوسط، يعني نقدروا مستقبلا نشريو حتى حنا ديور لينا. وقفت وقلت ليه المصنع ديالي وانا ما غاديش نبيعو، رجعوا دخلوني وبلا ما نعاود لكم على الحبس حيت اصلا مولف به. كنت كنقول الصفحه وغادي نطويها، ولكن رجعت دخلت ليه تاني. ضرب ديك 3 شهور وخرجت لقيت الروينه، الدراري مضاربين بيناتهم، بين اللي بغاو المصنع يتباع وكاين اللي لا. وبطبيعه الحال داك الولد هو اللي كان مقيدو. علاء ولوكاس قرب يخرج ليهم العقل، من دخلت عليهم تصدموا. قلت لهم كل برودة اللي باغي المصنع يتباع يخرج دابا عليا، يجمع حوايجو ويمشي. ما كانوش متوقعين نقول ديك الهضره، وما قدروش يدويو حيت عارفيني سمعت كلشي. وبداو كيجمعوا باش يمشيو بحالهم. الاخرين جاو كيعنقوا فيا على سلامتك اخويا حسام. سولتهم على الولاد الصغار وقالوا لي بلي داوهم كاملين للخيريه. انا عارف شنو كاين في الخيريات، ما كيتهلاوش فيهم. كون غير كانوا عندي الامكانيات كان كلشي غيتقاد. الفلوس كيديروا طريق وسط البحر، بقاو معايا شي دراري قلال، ولكن على الاقل نقصت عليا المنافقين. تياغو شحال باش جراو عليه، علاء ولوكاس هما اللي خرجوه. لقيت عاوتاني الامور تخربقات. قال لي علاء بلي انا الوحيد اللي قادر نجاري هذا المصنع. ملي دخلت للحبس بان فرق كبير في الخدمه، الوراق مشتي، الحسابات ماشي هما هادوك، حتى من الشركات اللي كنتعاملوا معاهم ما بقاوش كيبغيو يشريو من عندنا. والدراري كيتعرضوا ليهم شي وحدين كل مره مدابزين معاهم، كيحيدوا لهم داكشي اللي كيجمعوا. عارف باللي اللي كيدير معايا هادشي هو نفسه اللي دخلني للحبس، ونفسه اللي بغى يغرقني، داك المقاول اللي رفضت نبيع عليه المصنع. جربنا نعاودو من الزيرو ديك السيمانه، ولكن لقيت بلي خسرت كلشي. مشيت لديك الشركه مبغاوش يدخلوني حتى مع الباب. كنغوت وكنقول لهم يا كنا كنتعاملوا بجوج بينا، اشنو اللي تبدل؟ قالوا لي صافي سير بحالك، ما بقيناش باغين واش نشريو منك بزز. استقسم ضارب مع السيكوريتي تماك، وصحابي كانوا بعاد، شافوني مطايف جاو كيجريو كيتحاماو معايا، راجعين وانا معصب، وحتى شي واحد ما قادر يدوي معايا. كنت باغي غير على من نتفرقع. لقيت ديك انا كلارا قدام المصنع، مشاو وخلاوني معاها. جريتها حتى تخلعات وخرجت فيها عيني. اشنو باغا لاش جايه عندي؟ قالت لي على سلامتك، عاد عرفت باللي خرجتي. كنت باغي غير نجي نشوفك ولكن ما قدرتش حيت خفت لا ترفض تخرج لعندي. شيرت ليها بيدي لطوموبيلتها وقلت لها غتمشي فحالك ولا غنصدق شي مصيبه، وما تنسيش تقولي لخوك بلي هذا المصنع مستحيل نفرط فيه، الا بغى ياخدو مني يقتلني. عطيتها بالظهر حتى حبساتني بداكشي اللي سمعت. تحت المصنع كاين الذهب. تصدمت ودرت لعندها وانا نتفرقع بالضحك. اشنو قلتي يا اختي؟ الذهب؟ وما كاينش حتى البترول؟ قالت لي هذا هو السبب باش باغي خويا يشريه منك، وناوي يعطيك اي ثمن بغيتي. ولا هو علاش غيعطيك ديك 50,000 اورو؟ هو ما كيسوى حتى 10,000. هاد الارض كامله اللي هنايا قبل ما تتعمر وتبنى كانوا فيها ابار معروفين كيخبيو فيهم الناس الاغنياء الممتلكات ديالهم، واهم حاجه كيخبيوها هي الذهب. كيديروا بير خاص لكل عائله وكيدفنوه بسميتهم. مورا الحرب العالميه مات كلشي وبقى داكشي تماك. جدي كان من الجنود وشاف الذهب بعينيه، خباه مزيان ورسم الخريطه باش يبقى عاقل على بلاصتو، حيت ديك الساعه كانوا ضرائب، واللي لقى شي حاجه كتاخدها ليه الدوله. ولكن تفاجأ ملي لقى ديك الارض عمرات، حاول ياخدو وما قدرش، مات وخلى ديك الورقه والوالد ديالنا خلاها لينا. هاك هادي نسخه عليها. خديت الورقه كنشوف فيها، كملات هي الهضره. انا قريت الهندسه غير باش نلقى فين كاين الذهب بالضبط، وقلت لخويا المصانع اللي حداك هما اللي فيهم داكشي علاش شراهم بجوج. ولكن غلطت وصدق الذهب تحت من المصنع ديالك نتايا. تفكرت ملي حفصه قالت لي بلي كانت كتدخل آلة كشف المعادن. قلت لها ودابا واش كتضحكي عليا؟ رميت عليها ديك الورقه. واخا تقولي لي تحت من المصنع ديالي كاين الالماس ما غاديش نبيع، والا كانت بصح شي حاجه فراها من حقي انا. خليتها كتشوف ودخلت ريحت في البير وكنشوف في المصنع واش هادشي اللي سمعت صحيح. تحت هاد الارض كاينين ابار فيهم الذهب. حليت كاع المجوره وبديت كنقلب، ما ربما نلقى شي حاجه تنفعني،
شي حاجه مخليها ليا جدي، ولكن ما لقيت والو من غير شي تصاور ديالو. الصباح فيقني علاء، خرجت عنده برا، وراني تياغو ومع الدراري اللي معادين معانا، كانوا مجموعين وكيضحكوا وانا نخرج ليهم. اول مره غنشوفو من مورا ما خرجت من الحبس. حنا راسو، قلت ليه فينا نكار الخير، لاباس عليك؟ شفتك درتي صحاب جداد. قال لي على سلامتك، علاء ولوكاس كيتسناوني غير نعطيهم الاشاره باش يهجموا عليهم ويتضاربوا معاهم. قلت لي علاش جايني كما باغي تطلبني باش نرجعك نخدمك معايا؟ قال لي لا. قال لي لوكاس ايوا خويو هاد القنت حيت راه ديالنا. نقز واحد منهم وقال لي وانت مالك، حنا جينا باش نخدمو عند المقاول. وصل الطوموبيل نزل منها هو وختو، كيديروا فيا شي شوفات كيعصبوا وكيستفزوا. قال لهم الدراري اجاو دخلوا باش ندويو في الخدمه. مشاو تبعوه وانا دخلت البيرو كنضرب وكنشتت. لحقوا عليا الدراري باغيين غير يفهموا علاش كيدير معايا هكا. ما قدرتش نزيد نخبي وعاودت لهم داكشي اللي قالت لي انا كلارا. تصدموا وخرجوا عينيهم. لوكاس فرحان وكيدور في بلاصتو، يعني حنا دابا واقفين فوق الذهب ياك اخويا. بقينا كنشوفوا بعضياتنا بثلاثه بينا. علاء مشى جاب ديك الاله وبدا كيقلب وحنا متبعينه، كتصوني في شي بلاصه كيمشي كيجري حتى كيلقى شي صمطه ملاوحه ولا شي طرف من الحديد ولا النحاس. عيينا في الاخر وشدينا الارض. قلت لهم دوك الجوج غير كيخربقوا، خليونا من هادشي كامل واجيو نفكروا كيفاش نرجعوا نوقفوا على رجلينا. ريحوا معايا وبدينا كنتناقشوا على الشركات اللي نقدروا نمشيو نتفاهموا معاهم. ومنين طلع الصباح كل واحد فينا تحرك باش يقلب ويسول. منين كنلقى داك تياغو قدامي كنتعصب. وصلت الخيريه اللي حطوا فيها الولاد الصغار وطلبتهم باش نشوفهم. بزز باش دخلوني، شفت غير حفصه وخوها حيت كل وحدين وفين داوهم. كانوا ما فرحانينش. قال لي خويا حسام رجعنا معاك، ما بغيناش نبقاو عايشين هنايا. قلت لهم ما كرهتش ولكن القانون منعني. خوها قال لي عافاك اخويا حسام، هربنا من هاد الخيريه، نخدم ندير اي حاجه غير نبقاو معاك. قلت ليه كون راجل ورد البال لختك، الوقت غادي وكيدوز وغتخرج ما بقاش لك بزاف، وديك الساعه مرحبا بك تخدم معايا وتقدر منين تولي مسؤول تخرج حتى اختك باش تعيش معاك. تعاركت معاهم وخرجت. هاد خوتنا عزاز عليا بزاف. ما رجعت للمصنع لقيت الروينه نايضه والعافيه شاعله فيه. مشيت كنجري تايقو صحابو داخلين ليه، ما حسيت براسي حتى وليت بحال المسطي. هزيت عصا مغلفه بالحديد وبديت كنضرب فيهم. واحد كان جيبها فيه والثاني كيخوي ليها. قلت لهم شنو بغيتو عندي؟ قال لي عافاك حسام بيع لهم هذا المصنع وتهنى. ونتهناو حتى حنا معاك. ضحكت ورميت العصا وقلت لي واقيلا عندك الحق. طلب من الدراري يحبسوا وقرب لعندي. مع وصل شديته وتشانقت معاه وتلاحينا حدا العافيه. بقينا ضربه فيا وضربها فيه حتى رميتو وجا ظهرو فيها. ناض كيغوت وكيحيد جاكيتو شبكات فيه. وخرجوا هما وبقيت انا حاصل تما كنحاول نطفيها، ولكن حيت ما خديتش النفس الكافي تخنقت بالدخان وبديت كندوخ. بغيت نخرج ما قدرتش وطحت مورا الباب. كنشوف الخشب كيطيح من الفوق بالحراره. غمضت عينيا ودخلت في سيناريو طويل. كنشوف راسي مع والديا في الطبله، هما باغين يدويو معايا وانا ملاهي مع المانيطه كنلعب البلاي. وفي الاخر خلاوني على خاطري. من كملت ودرت باش نشوفهم لقيتهم ميتين. تخلعت ونط كنجري باغي نهرب حتى شد فيا جدي. واش هذا الشريط حياتي؟ بديت كنسمع الغوات على برا، صوت علاء ولوكاس وحتى الدراري باغيين يفرعوا الباب، ولكن الباب موراه انا. الا ضربو غيتقاس لي راسي. باغي نتحرك ونبعد ولكن ما قادرش. طلعت انا كلارا من الشرجم وقالت لهم حبسوا بلاتي ما تضربوش راه هو كاين مور الباب. فرعوا الشرجم وخرجوني منه وعاد طفاو ديك العافيه. تايقو وصحابو هربوا خواو البلاصه وانا داوني للسبيطار. عطيت اقوالي ولكن المقاول شابع فلوس، بدل كلشي وسلك راسو منها. دق شي حد ودخلت هي كتمشى بشويه حتى وصلت عندي. قالت لي سمع الهضره عافاك، راه غيموت شي حد، خلينا نتهناو من هادشي كامل. غندوي معاه باش يزيدك الفلوس ويعطيك حصه من الذهب. المهم خلينا نرتاحو وكل واحد فينا يمشي بحالو. نضت بغات تعاوني شديتها من يديها حتى بدات كتغوت وقربت نعوجها عليها. يا غتفوتيني عليك انت وداك خوك ولا غنوريكم شنو نقدر ندير. انا درويش وما كنقرب لحد، ولكن اللي كيحك عليا كيلقاني. طلقت منها وخرجات وهي كتقول لي غتندم حيت ما سمعتيش ليا.
دخلوا الدراري عندي كيقولوا لي على السلامه. ملي رجعت وشفت المصنع كيف ولا بقى فيا الحال. شحال من شهر وحنا كنوفروا الفلوس باش نقدروا نقادوه ونصلحوه ونشريو فراشات، ولكن كلشي تقاس بالعافيه مع الاسف. رميت العكاكز وريحت في الارض وهما كيواسيوني، كل واحد فيهم تحرق منين دخلوا يعاونوني. وما تكونش هذه هي الاولى ولا الاخرى باش يهجموا علينا. ضربنا نهار يومين سيمانه وحنا كنديروا العسا بيناتنا، في الاخر ما بقيناش كنلقاو والو، كاع الفلوس خسرناهم وما بقى عندي والو، والخدمه حبسات. تلفت وحسيت بكلشي ولا ضدي. اشنو غندير دابا؟ اشنو الحل؟ واحد الليله نوضتهم وقلت لهم خليونا نحفروا ولقاو هالدب. مادام الارض بسميتي انا يعني انا اللي غناخدو وهو من حقي. فرحوا ووافقوا وبدينا كنحفروا وكنهرسوا وكنقلبوا، ولكن ما لقينا والو. تقريبا درنا 4 الحفرات ديك الليله والو. عيينا وريحنا كنهجو وكنشوفوا بعضياتنا. عرقت ومشيت كنغسل حالتي. الصباح ما عرفتش كيفاش خوتنا عرفوا وجاو لينا. تايقو وصحابو وقفوا علينا، اشنو كديروا نتوما؟ شاد الروينه. قلت لي تايقو بعد مني قبل ما نصدق قاتلك. قرب لعندي وهو ما خايفش وقال لي شوف يا غتخوي هذا المصنع بغيتي ولا كرهتي، اولا غتعيش في العذاب انت وهاد الفيران اللي معاك. يحسب لك باقي داك تايقو اللي كنتي كتحقر عليه. راني مصاحب غير مع المقطعين، مصارنكم نجبدوهم ليكم. علاء تعصب وقال لي وعلاش هادشي كامل باش تكون كلب عند داك المقاول؟ نسيتي الخير ديال حسام اللي دخلك من الزنقه ودارك خوك؟ قال لي ماشي سوق، كان باغي غير الفلوس ومشي بحالي. بقاو كيدابزوا بيناتهم بالهضره حتى خرجنا وقال لي بلي راه تحت المصنع كاين الذهب. تصدموا حتى اللي معاه. لوكاس تعصب عليه وبغى يسكتو، ولكن علاء حلف حتى يقول ليه اللي كاين وبلي داك المقاول كيستغلنا والغرض ديالو هو يفرقنا. وقفنا على الخدمه وخاصم بيناتنا باش نحبسو كل واحد يمشي في طريق، ويبقى حسام بوحدو يعيا ويبيع المصنع. وهو دابا وصل لداكشي اللي بغا. بقى شحال هو مريح كيستوعب ويربط الاحداث. انا نط كندير الثلج ليديا بسبب الاثار اللي خلاه ليا الفاس منين كنا كنحفروا البارح. من بعد شويه د الوقت جا عندي تايغو، بقى كيشوف فيا وانا ساكت. قال لي راه شرحوا لي الدراري شنو كاين، سمح لي عافاك، عارف راسي غلطت معاك، طمع عماني، نسيت الصحبه والعشره وحنا كابرين مع بعضياتنا من الصغر. بغيت نصلح الغلط ديالي. غنخليكم توصلوا لداك الذهب وهذا وعد مني. صعيب تلقاو شي حاجه بالحفير العادي، خاص آلات كبار نقدروا نتعاونوا كاملين، ولكن قبل خصنا نتهناو من داك الكلب وختو. خليه على حسابي، انا غنصفيها عليه. اش كيقول هذا؟ واش حماق؟ خرج وتبعته. يلا وصلوا. هي غير شافتنا بجوج عرفت شنو كاين وتخلعات. قال لي انت تبلع عليا انا وتضحك علينا، بغيت تعطيني شويه الاورو وتسكتني بيه وانت ضارب الملايين والملاير الصحاح. تصدم وشاف اختو. قال لي في راسنا بلي كاين الذهب تحت من المصنع، ودابا عندك جوج الحلول: يا نتعاونوا كاملين ونخرجوا داك الذهب ونقسموه، ولا غنقتلك انت وهاد اختك الزوينه ويبقى لينا كلشي. حط لي موس على عنقو وقال لي اشنو قلتي؟ المقاول خاف وقال لي واخا. قال لي دابا غتعيط لصحابك حيت خاصينا شي مكان ديال الحفير، حنا غنتكلف وانت غير ارتاح مع راسك. بالفعل عيط ليهم وجابوا التراكس وشي حفارات كيخدموا بالضو. كلشي كان ناضي، حنا ما كانوش عندنا الفلوس اللي نجيبوهم. عطيت الكلمه ديالي باش اللي لقيناه نقسموه كاملين. المقاول ما عجبوش الحال وكيسب في اختو اللي كتبكي وكيقول ليها بلي هي السبب وهي اللي فتحات السر ديالو. ولكن علاش قالتها ليا؟ واش حيت بقيت فيها؟ عطاتهم الحساب بالضبط ديال الابار وبداو الاشغال والخدمه، وما كاينش اللي غيدوي مع المقاول. خدا الرخصه والقضيه عنده سهله مع المخزن، ما دوا معنا حد. دخلت البيت ريحت فيه، كنحس براسي عيان بزاف. ما عمرني ما تخيلت هاد السيناريو. اي واحد في بلاصتي غيفرح، راه الذهب هذا وفيه الفلوس. ولكن شي حاجه كانت مخلياني معصب ومقلق، وانا كنشوف المصنع ديال جدي كيتهرس نهار كامل وهما كيحفروا حتى وصلوا لدوك الابار. بدا كيبان ليهم الذهب. خرجت عندهم داغي كلشي فرحان وكينقز وكيقولوا بلي صافي ولاو من الاغنياء. ولكن داكشي ما كانش كتير بزاف، المجموع ديالو 2 كيلو، بالرغم من انهم متاكدين بلي خاص يكون كتر. وجدهم قال لهم بلي كاين كتر، على الاقل واحد 150 كيلو.
الدراري فرحوا، اما المقاول قرب يخرج ليه العقل. كيقلب داك الذهب وكيقول لا لا، ما يمكنش هادشي، سنين وانا كنقلب عليه. اختي كتقرا الهندسه باش في الاخر لقاو 2 كيلو. اشنو غندير بهم انا هادو؟ قال لي تايغو بالنسبه لينا حنا راه لقينا كنز، وهذا فيه الخير، كافيني باش نمشي على برا، وكافي كل واحد في الدراري باش يدير شي حاجه يبدا بها. حنا عندنا واحد القناعه ما عندكمش نتوما. بقى كلشي كيضحك، لوكاس وعلاء كيشوفوا فيا شويه، واللي ما ضربناش ليه الحساب هو السلاح اللي عند المقاول. جابوه ليه خوتنا اللي وصلوا الالات وما رديناش البال. كلشي تخلع ملي تيرا في السقف وقال لنا ضيعت سنين من حياتي وفلوسي الصحاح على قبل هاد التخربيق. انا غنصفيها ليكم كاملين. حاول تياغو يشد ليه يديه وتيرا فيه حتى تلاح في الارض. بنادم تخلع وبداو كيهربوا، هو بدا كيتيري فيهم. كاين اللي يقدر يهرب وكاين اللي كتجي فيه الرصاصه. علاء ولوكاس تخباو، بغاو يجروني وانا بقيت واقف. دار شاف فيا تيرا وهي تجي فختو، طاحت عليا شديتها وجا كيجري، عنقها وبدا كيبكي. علاش؟ قالت لي ما بغيتكش تدخل الحبس، كنا لاباس علينا وما خصنا حتى شي خير، ولكن بقيتي مقرر باش تقلب على الذهب. قريت على ودك باش نعاونك توصل داكشي اللي باغي، ودابا شوف فين وصلنا. ما قنعناش بداكشي اللي عندنا، بدات كتكحب الدم. ناض تايغو شاد في كرشو وتلاح عليها. وسط ديك الحاله كنت ساهي وغير كنشوف في الناس اللي كيتألموا والدم مرشوش والتراب والصداع. جاو البوليس وجات لومبيلونس داتهم، وكلشي تعتق من الموت الا انا. كلارا هي اللي ماتت وقتلها خوها. داو الحبس ولكن حالته كانت خايبه، خرج ليه العقل ولا كيدوي غير بوحدو. طليت على الدراري كنقول لهم على السلامه، الحمد لله ملي كملات الامور وكلشي سالا. قال لي حل واحد وهو نبيع المصنع، اصلا كله تهرس والارض ديالو تحفرات، صعيب نلقى فلوس باش نصلحو. اسمح لي يا جدي، انا ما قدرتش نحافظ على الارث اللي خليتي ليا. قالوا لي الدراري على الاقل نقادوه شويه باش الا جا شي حد يبغي يشريه. كنا كل نهار كنديرو شي حاجه، رجعنا التراب للارض وغطيناه بالسيمه. كانوا شي قوادس تماك خاسرين، مشينا باش نصلحوهم. اللي لاحظت هو القادوس ما كيدوش على الاخر ديال المصنع، كيبقى واحد ليسباس كبير. داك الخوا جاي من بيتي، حليت الشرجم ودخلت ليه. كان قاس في الحيط حتى بديت كنحس بداك الشي كيتقلع. جريته وتحيد الكارطون اللي كان تحت من الصباغه وتصدمت. اشنو هذا؟ واحد القفل صغير. تفكرت الساروت اللي شفتو في بيتو ورجعت كنجري والدراري كيشوفوا فيا وما فاهمين والو. خديته وحليت داك الباب وانا نلقى الذهب. بقيت شحال وانا كنشوف فيه، رجليا فشلو عليا، عينيا غرغرو وتبوريشا شداتني. بقيت كنضحك غير بوحدي. الدراري هاجيو دخلوا لعندي، واحد سخف واحد طاح كيغوت لوكاس عنق علاء وبداو كينقصوا. تعانقنا كاملين وحنا فرحانين. دابا عاد فهمت الهضره ديال جدي بلي الحياه مفاجآت. فهمت علاش كان متعلق بالمصنع ديالو وما كيخرجش منه، وعلاش في الوصيه قال لي ما نسمحش فيه شنو ما وقع. الله يرحمك يا جدي. الذهب كان كتير وكان خاصنا رسم خطه نتبعوها باش نبيعوه. داكشي علاش قررنا نوقفوا البيع ديال المصنع وبدينا كندوبوا الذهب وكنديروه في واحد القوالب صغيره باش يولي صغير ونقدروا نتحكموا فيه. كتر من 4 شهور وحنا خدامين. واحد المره تايغو جا لعندي باش يتسامح معايا وقال لي شكرا على كل شيء وسمح لي حيت غدرت بيك. انا كنت مبلي والشيطان لعب ليا براسي. عطيتو شي فلوس وقلت لي سير بيهم لاسبانيا، كنتي ديما كتحلم تمشي. شداتو البكيه وقال لي وانت محتاج ليهم اكثر مني. قلت ليه بلي غنبيع المصنع. عنقني ومشى وهو فرحان. خرج لوكاس وعلاء وقالوا لي ما يستاهلش صاحبي لاش عطيه الفلوس. قلت لهم حيت فرحان. بقينا كنضحكوا. اخيرا الدنيا ضحكات ليا. دازو سنين وقدرت ندير مصنع اخر كبير وشركه، ومن الفوق واحد الخيريه اللي حطيت فيها دوك الولاد والبنات كاملين اللي عرفت. حفصه وخوها رجعوا فرحانين حيت كانوا قراب مني، وقررت نتبنى حفصه. وخوها ولا كيخدم معايا، وكاع اللي كبروا خدمتهم. وليت كنعاون الدراري المتشردين اللي في الزنقه. ولات سميتي معروفه بالرجال الاعمال الشباب. باقي عاقل على ديك الجمله اللي كنت كنقول من ديما غيجي واحد النهار وغندير لاباس. وفعلا وصلت لهاد النهار مورا معاناة طويلة. شحال جعت وشحال عطشت ونعست في البرد وشحال تحقرت، واتهموني بشي حاجة اللي ما دايرهاش. كانوا كيعاملوني خايب حيت يتيم وما عندي حد، ولكن الله عوضني على كل شيء.
تلاقيت ديك المرا وراجلها اللي دخلت للحبس بسبابهم. تصدموا ملي شافوا المكانة اللي وصلت ليها، لدرجة ما قدروش يشوفوا في وجهي. واخا تأكدوا من البراءة ديالي ولقاو كاميرات فيهم كلشي، بقاو ساكتين وخلاوني نضرب الحبس فابور. ولكن معليش، حتى هذه كانت تجربة من الحياة. المهم هو اني في الاخر قدرت نوصل، ولا بنادم كياخدني قدوة. كيعيطوا ليا في برامج، ومنين كنعاود قصتي كلشي كيتصدم. كتبوا عليا الشاب الاكثر حظا في العالم، داروا عليا فيلم، وكنت فرحان مع صحابي اللي شهدوا على كلشي. دوك الشركات اللي كانوا رافضيني رجعوا تابعيني باش يتعاملوا معايا، وليت انا اللي كنرفضهم. مريح قدام الكاميرا في برنامج وداوي. اللي بغيت نقول هو الحياة غريبة، ماشي ضروري حيت زاديتي فقير تبقى فقير. ما تقدرش تعرف شنو ممكن يوقع من هنا لغدا. حدث خايب كيولد لك مفاجآت عمرك ما حلمتي بها. وكل واحد فيكم دابا كيسمعني تقدر تكون عنده شي حاجة زوينة كتسناه. كمل في طريقك وما تحبش، واهم حاجة آمن بالحلم ديالك. شحال ما كان كبير ومستحيل في عينيهم، حيت عند الله كلشي ممكن. طفات الكاميرا وبداو كيصفقوا عليا، سلمت عليهم وخرجت عند صحابي. الخوت هنا كتسالي قصتنا. كنتمناو تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين. نتلاقاكم في القصة الجاية، ومن هنا لتما كنقول لكم تهلاو في راسكم، والسلام عليكم.